السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله. غادي ندير واحد الكيكة بالسميدة أو بالبسبوسة. يعني نحتاجو كمقادير 3 الكيسان ديال السميد الصفر. هاد البسبوسة البنات كتجي اقتصادية مفيهاش بزاف المقادير. غادي نضيفو عليها الملح، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال خميرة ديال المعجونة ولا الخميرة الفورية. غنضيفو كاس إلا ربع ديال السكر الخشن ولا سكر سنيدة. غنضيفو عليهم بيكين باودر 8 غرام أو خميرة ديال الحلوى ديال 8 غرام. صافي غادي نخلط المكونات ديالي حتى تتخلط مع ديك السميدة مزيان كما كتشوفوا. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت اولا ربع كاس ديال الزيت. غادي نبسبس هاد الدقيق ديالي مزيان نخلطو حتى يتبسبس لي مزيان كما كتشوفوا، غير بالسباتولا حتى تشرب لي ديك الزيت كلها. ضروري هاد المرحله هادي تخدموه مزيان بالزيت باش تجيكم الكيكه اولا البسبوسه هشيشه ورطبه. ضروري كلشي تشرب بهاد الزيت، كلشي الدقيق ديالكم يتشرب بهاد الزيت. غادي نضيف كاس الاول ديال الماء، نخلط شويه ونضيف الكاس الزوج. هاد القدر هذا هز لي 2 كيسان وربع ديال الماء. هنا البنات ما كنعجنوش، كنخلطو بالسباتولا فقط، ما خصهاش تعجن. هنا القوام ديالها رائع. غادي نزيد لها 4 كاس ديال الماء، ها هو هذا، باش تعطي الا كتشوفوا كاين الماء من الفوق، غادي يجيهم من الفوق. هاد 4 كاس اللي زدتو غير باش يهششها، يديرها القوام ديالها يكون هشيش. هنايا غادي نفرغ الخليط ديالي في ديك المقله، ولا كل واحد كيف كيقول لها، المقله ديال الملوي ولا الحديده، ولا كل واحد كيف كيقول لها. المهم غادي نفرغها، هي اللي ثقيله، خص ديروها في شي مول ثقيل، يكون ثقيل باش تجي هشيشه وطيبه من الداخل. صافي هنايا درتها، غادي ندخلها للفران وملي طيب نعاود نرجع معكم. هنايا من بعد ما طابت لي درتها على نار متوسطه في الفران ديال الغاز. ها هي هذه. هنايا غادي ندير لها شويه كونفيتير والكوك من الفوق. كونفيتير اقتصرت غير على كونفيتير ديال الحلوى، ما ديروش بزاف، غير القياس. هنايا درت 3 المعالق ديال الكونفيتير بالضبط كما كتشوفوا. غادي نسرحها مزيان فوق الكيكه. انا كنعتبرها كيكه كتجيني هشيشه ورطبه بحال الكيكه، حتى المذاق تقريبا بحالها. بغيتو تزيدو عاد شي منكه تزيدوه، مثلا قشور الحامض ولا وكاس ديال الحامض ولا قشور البرتقال والعصير ديال البرتقال. المهم على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي هنايا غادي نرشها بالكوك حتى الوجه ديالها. نتوما عندكم اختيار، كاين اللي يدير لها العسل من الفوق ماشي كونفيتير، ويرشها بالقوقا ولا باللوز يفيلي.
صافي هنا من بعد ما كملتها انا غادي نقطعها لكم سخونه. هي من الاحسن تبقى تتبرد باش ملي تقطعوها ما تفتتش. هنا انا قطعتها سخونه غير باش نوري المشاهدين ديالي كي داير كي جات والقوام ديالها من الداخل. صافي هنا غادي نقطعها. انا قطعت تقطيع عشوائي، طرفه كبار طرفه صغار بحكم التصوير وكنزرب باش ما يطولش الفيديو. نتوما قطعوها بالعقل وبالمهل وتجي زوينه حتى في الشكل حتى في التقطيعه. صافي هنا غادي نهز لكم واحد الطرف باش تشوفوا. هنا ضروري تتبرد عاد كتقدروا تهزوها بلا ما تفتت. انا هنايا قطعتها سخونه تفتتات، كتجي هشيشه ورطبه ورائعه الصراحه. حتى المذاق زوين بحال الكيكه، بحال الكيكه ديال الدقيق والبيض. ها هي كي كتجي. نتمنى تنال اعجابكم. كتجي رطبه وهشيشه في الساكت تفتت. شوفوا القوام ديالها كي داير. نتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي وشجعوني باللايكات ديالكم.